أخبار المغرب، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. وفاة رضيعة ابتلعت عملة معدنية يعري واقع الصحة بورزازات ومراكش والدار البيضاء. وإلى التفاصيل. لفظت الرضيعة إسراء التي تبلغ من العمر سنة وشهرا فقط أنفاسها الأخيرة داخل جناح العناية المركزة بمستشفى عيشين غشت بالدار البيضاء، وذلك بعد مضاعفات في الجهاز التنفسي إثر ابتلاعها لعملة معدنية وفق ما كشف عنه مصدر مطلع لجريدة العمق. وقد كان الأب قد نقل ابنته الرضيعة إلى مستشفى عيشين غشت بالدار البيضاء في رحلة مكوكية عبر حافلة المسافرين بعدما لم يجد ضالتهما بمستشفيات ورزازة ومراكش بعدما ابتلعت عملة معدنية، وهو الأمر الذي خلف أسى عميقا لدى العائلة. وقد كشف الأب في تصريح لموقع العمق أن ابنته الرضيعة ابتلعت عملة معدنية ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى الإقليمي سيدي حسين بورزازات، وبعد اطلاع الطاقم الطبي على حالتها الحرجة تقرر توجيهها إلى طبيب الحنجرة بمستشفى بوفكر متعدد التخصصات والمتواجد بالمدينة نفسها، إلا أنهم لم يتمكنوا من استخراج العملة المعدنية. وأضاف المصدر ذاته أن الأطباء بهذا المستشفى عمدوا إلى توجيهه إلى مستشفى محمد السادس بمراكش، حيث أخبروه بضرورة إجراء العملية ليلا، وهو الأمر الذي لم يتقبله الأب الذي نقل ابنته من جديد إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ليتمكنوا من استخراج العملة المعدنية، وإخباره بضرورة نقلها من جديد إلى مستشفى عيشين غشت الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة، ونظرا لمشكل التنفس الذي تعاني فيه جراء مضاعفات الحادث. وقد لفت إلى أن بقاء العملة المعدنية في حلق ابنته الرضيعة لمدة طويلة تسبب لها في تكون بكتيريا في جهازها التنفسي، وهو ما جعل وضعها الصحي في خطر، في وقت أكد له الأطباء أن بقائها على قيد الحياة مسألة حظ فقط وأنها بين الحياة والموت. وقد طلب الأب السلطات الصحية بضرورة توفير الأطر الطبية والأجهزة الطبية بهذه المستشفيات، وذلك لحماية أرواح المواطنين، خصوصا وأن هذه المنطقة تسجل في كل سنة وفيات بسبب النقص في الأطباء والأدوية وسيارة الإسعاف. إلى ذلك شكلت مندوبية الصحة بإقليم ورزازات في وقت سابق لجنة تحقيق داخلية لتقصي الحقائق في الأسباب التي أدت إلى وصول الرضيعة إلى مستشفى عيشين غشت بالدار البيضاء بعد أن عجزت مستشفيات ورزازات ومراكش عن علاجها، وهو الأمر الذي تسبب في تدهور حالتها الصحية حيث أصيبت ببكتيريا على مستوى الحلق، وهو السبب الرئيسي الذي كان وراء وفاة الطفلة الرضيعة.